يا أهلاً وسهلاً بيكم في فيديو جديد، ومعاكم محمد سامي من قناتكم لحظة حسم. أنا معاكم النهاردة من اسكندرية، وهنتكلم عن مواكبة التغيرات التكنولوجية. خليك دايماً على اطلاع بالجديد. فكر معايا كده في يومك العادي، من أول ما تصحى من النوم وتشوف رسايل واتساب لحد ما تخلص شغلك وتطلب أكل أونلاين. التكنولوجيا بقت جزء لا يتجزأ من كل تفصيلة في حياتنا. الموضوع ده كان زمان رفاهية، لكن دلوقتي أصبح ضرورة. لو بطلت تتواكب مع التطورات اللي بتحصل، هتلاقي نفسك بتقف مكانك والقطر بيمشي من غيرك. مواكبة التكنولوجيا مش معناه إنك لازم تبقى مبرمج أو مهندس عبقري، لكن معناه إنك تكون واعي وفاهم إزاي الأدوات اللي حواليك بتشتغل، وإزاي ممكن تستفيد منها عشان تسهل حياتك وتطور من شغلك. في ناس كتير بتخاف من التغيير وبتحس إن الموضوع معقد، لكن الحقيقة إنه أبسط بكتير مما تتخيل. في الفيديو ده مش بس هنقنعك بأهمية الموضوع ده، لكن كمان هنشاركك خطوات عملية وبسيطة جداً تقدر تطبقها من النهاردة عشان تكون دايماً على اطلاع بالجديد. يلا بينا نكتشف عالم التكنولوجيا المثير مع بعض. ليه مواكبة التكنولوجيا مهمة ليك؟ عشان تظل مطلوق في سوق العمل. سوق العمل دلوقتي عامل زي سباق جري سريع، والمهارات التكنولوجية هي اللياقة اللي محتاجها عشان تكسب. أغلب الشركات من أصغرها لأكبرها بتبحث عن موظفين بيقدروا يستخدموا الأدوات والبرامج الحديثة. لو فضلت على نفس مهاراتك القديمة، فرصك في الحصول على وظيفة أحسن أو حتى في الحفاظ على وظيفتك هتقل بشكل كبير. عشان تزود إنتاجيتك، التكنولوجيا مش رفاهية، هي أداة. استخدام تطبيق واحد لتنظيم مهامك أو تعلم اختصار واحد على برنامج بتستخدمه يومياً ممكن يوفر عليك وقت ومجهود كبير جداً. أدوات زي الذكاء الاصطناعي دلوقتي بتعمل مهام في ثواني كانت بتاخد أيام. عشان تفتح لنفسك فرص جديدة، التكنولوجيا بتخلق وظائف ومجالات جديدة باستمرار، من مصمم جرافيك إلى محلل بيانات. كل دي وظائف ما كانتش موجودة من سنين قليلة. لو كنت دايماً على اطلاع بالجديد، هتكون أول واحد يكتشف الفرص دي ويستفيد منها. إزاي تواكب التغيرات التكنولوجية بخطوات بسيطة؟ اجعل التعلم عادة يومية. 15 دقيقة في اليوم. خصص ربع ساعة كل يوم لمتابعة محتوى تكنولوجي. ممكن تقرأ مقال، تشوف فيديو قصير على يوتيوب، أو تسمع بودكاست وانت في المواصلات. المهم هو الاستمرارية. استغل المصادر المجانية. الإنترنت مليان كنوز. في قنوات يوتيوب متخصصة في كل مجال، ومواقع بتوفر كورسات مجانية. استغل المواقع دي عشان تتعلم مهارات جديدة من غير ما تدفع جنيه. اخرج من منطقة الراحة وجرب. لما تسمع عن تطبيق جديد أو برنامج بيعمل حاجة معينة، جربه بنفسك. ما تخافش لو حاجة طلعت معقدة في الأول. كل حاجة جديدة بتحتاج وقت عشان تتعود عليها. التجربة هي أفضل وسيلة للتعلم. تواصل مع ناس مهتمة بالمجال. انضم لمجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي أو في منتديات متخصصة في مجالك. اسأل الناس واستفيد من خبراتهم وشاركهم خبراتك. ده هيخليك دايماً في قلب الحدث. الخلاصة، التغيير هو الشيء الثابت الوحيد. عشان كده مواكبة التكنولوجيا مش مجرد ميزة، دي بقت ضرورة. ما تخليش الخوف من المجهول يوقفك. ابدأ بخطوة بسيطة حتى لو كانت صغيرة. كل خطوة بتاخدها بتخليك أقرب للمستقبل وأبعد عن الركود. الاستثمار في المعرفة هو أفضل استثمار على الإطلاق، وعائده مضمون. يا رب يكون الفيديو ده ألهمكم وشجعكم. شاركونا في التعليقات، إيه أول حاجة تكنولوجية جديدة هتجربوها بعد الفيديو ده؟ وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكوا على خير.